ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. عايزه بس اطلب منكم حاجه في اول الفيديو، كل اللي اتفرج عليا ينزل يحط لي لايك. تمام؟ انا دلوقتي كنا بعد الغدا، طبعا العيد خلص، كل سنه وانتم طيبين. طبعا بقى ايه يعني، مش معنى ان العيد خلص والانتخه خلصت ان المواعين هتخلص والترويق، طبعا الحاجات دي ما بتنتهيش، مش بتموت. فاحنا كنا بعد الغدا احنا كنا بعد الغدا آه فقمت كده ايه اغسل مواعين بسرعه، وقلت كمان انشطكم معايا. انا طبعا مسرعه الفيديو، انا مش بعمل بالسرعه دي، انا مسرعه الفيديو عشان اختصر عليكم. بس انا قلت اشجعكم، اي حد هيشوف منظر الحوض كده واللي هو وانا بغسل وبعدين المواعين تخلص كده والدنيا تبقى رايقه والبوتاجاز يتغسل، طبعا هيتشجع. فايه ما نكسلش، وبعد الغدا ايه نقوم كده نتنشط على طول، ما نسيبش الحاجه بالليل. هنلاقي الحوض بقى قد كده، واساسا الحوض تحس بيصغر بسرعه، يعني تحطي طبقين على كوبايتين تلاقي الحوض صغر ومفيش مكان اصلا نحط فيها المواعين. انا على فكره بس عايزه اقول لكم على حاجه، الحوض مش مسدود، هو في صينيه تحت، انا هطلعها واغسلها دلوقتي هتشوفوها. شايفين؟ بصوا، اول ما طلعتها المواعين خلصت على طول. فطبعا ايه انا بقول لكم يعني تقوموا تتشجعوا بعد الغدا ونغسل مواعين على طول، او بعد العشاء او بعد الفطار، بس طبعا دي مش مواعين فطار، دي مواعين غدا. انا هخلص كله واصفي المواعين. طبعا في صفايه جنبي هوريها لكم دلوقتي، دي بتاعت ايكيا، تحفه تحفه، جنبك كده تصفي عليها المواعين وما بتحسيش باي حاجه، اللي هو اصلا المواعين بتنشف بسرعه والجو حر. وبعد كده البلاستيكه اللي تحت دي، اللي من تحت اللي انتوا شفتوها البني دي بيبقى عليها الميه، بفضي الميه وخلاص، وبتاخد كميه مواعين كبيره. بس الفرق ان انت تعرفي ترصي، تحطي الكوبايات الاول والمعالق وبعدين الاطباق وبعدين الحلل. وغسلت كمان ال الازايز ومليتها، غسلتها كويس جدا بسبونشه غير بتاعه المواعين. تمام؟ انا بعمل المواعين كلها سبونشه ولل اسمه ايه ده، الازايز الازايز سبونشه لوحدها عشان تبقى ريحتها حلوه. دلوقتي انا البوتاجاز شلت الاول الفتافيت والقهوه اللي كانت واقعه كله ده بميه بس كده بفوطه، وبعدين حطيت كلور، شويه كلور ابيض وشويه جنرال. عايزه تحطي اي حاجه بدل الجنرال تمام، يعني صابون مواعين او كده، بس انا بحب الجنرال، من وقت للتاني بجيبه، ريحته حلوه قوي، ريحته منعشه كده. بس غسلت بسلكه ناعمه عادي زي ما انتم شايفين، وبعدين بقى بشيل بفوطه، وبعدين هجيب فوطه ناشفه انشف. اهم حاجه في البوتاجاز التنشيف، هو اللي هيديك المنظر ده. بس دلوقتي بقى هوريكم المكسيل اللي انا كنت قايله لكم عليه قبل كده. بصوا، تحفه في التلاجات، يعني انت لو هتغسلي بالتلاجة او الميكروويف، او بصوا انا هعمل دلوقتي بالخلاط، بيطلع البقع اللي في الخلاط من جوه دي. بس المهم يعني طبعا تبقي شايله الفيشه وترشي عادي جدا، يبقى تحفه. هعمل كمان بيه الميكروويف. بشيل برضو الفتافيت والمكان الفينو والتسخين والردة والكلام ده، وبعدين برش. وانت عايزه تعمليه بفوطه، يعني عاوزه تشيلي البقع بفوطه تمام، بس انا مش بستريح نفسيا غير لما بعمل بسبونشه برضو، بغسل كده ايه من جوه بسبونشه زي ما بعمل للبوتاجاز. تمام؟ بس بقى زي الفل ونضيف. المكسيل ده بتعملي التلاجة والميكروويف، وممكن التكييف، اي حاجه كده بلاستيك، اللي هو الملمس بتاع التلاجات ده. دلوقتي برضو انا فضيت الضرفه دي الضرفه عندي فوق كده جنب البوتاجاز، بحط فيها الخزين، طحينه بقى وشويه كده والمكسرات والمكرونه والحاجات دي، بس مش خزين يعني الحاجات اللي انا بستخدمها على طول. بس نضفتها وشلتها وبقت تحفه. حاجه اللي ايدك بتروح لها كتير بقى، سواء قبل العيد بعد العيد، دي لازم بننضفها كتير جدا. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، استنوني الفيديو الجاي.